الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaiwikramo, Palembang. Hari ini Senin malam Selasa tanggal 11 Desember 2023 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitrayadi SPDI dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Abdurrahman Huzaifi Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Guslu Ay Adlim Siki MSI dengan pembahasan tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaiwikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Sufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan saf. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. La ta'ala صلي فرض المغرب 3 ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله حنيفا مسلما وما أنا من المشركين شريك له وبذلك أمرت المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء
أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الله أكبر سبحان ربنا العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والسماوات الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجعلني وعافني الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين الله أكبر سبحان ربنا العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والسماوات الله أكبر الله
الله أكبر اغفرني وارحمني وعافني واعف عني. الله أكبر الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الدائمة. السلام عليك يا نبي الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. تحيات المباركات السلام. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كما صليت على بارك على سيدنا كما باركنا على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من سخطك والنار. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إليه يا ربي يا ربنا يا معبد سبحان الله 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 بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى وأنت من الآمنين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة إلى روح شفينا ورسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهله بيته وجميع الحفاظ الكرام وخصوصا كي هجي عبد الرئيس الصديق الحافظ وكي هجي دهلا سعد كندس الحافظ وكي هجي شزيل مصطفى وكي هجي أدلن علي وكي هجي جن سكري وكي هجي أحمد توفيق أسنري وكي هجي كياغس أحمد نواوي دنشي الحافظ كياغس دنشي وكمس جنيدي أزهري الحافظ كمس أزهري نغنين وكي هجي مدرس وكي هجي حسني تمرين مدني والحبيب مهدي بن محمد شهاب وجميع المسلمين والمسلمات ولكل نيات صالحة وعلى وما سلفون الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا تخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الله من يا مجيب السائلين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن ترزقنا صحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil ridha ila ta'ala bisyafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من شيخنا في الدين ولكل ولي وليه من مشارق الأرض إلى مغاربها والمصنفين المخرجين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصولهم وفرعهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadratal muhtaramin yang selalu kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, para asatidz. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dalam limpahan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat Allah kita semua bisa menjalankan aktivitas kita, khususnya secara istiqamah terus menerus kita bisa menjaga ibadah kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal atau tambahan ilmu kita, khususnya berkaitan dengan masalah agama, masalah ibadah ya. Karena orang yang baik itu orang yang diberi pemahaman tentang agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri orang yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang khair, khair itu baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka yufaqihu fid din. Kata Nabi,
orang tersebut akan diberi pemahaman oleh Allah mengenai agama. Jadi punya ilmu, punya pemahaman berkaitan dengan urusan agama. Ya, mudah-mudahan ketika kita selalu belajar mengerti tentang kaitannya dengan hukum-hukum agama, dengan Al-Quran, dengan hadis, ini bagian dari Allah menjadikan kita orang yang baik, baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang faham itu bukan cuman tahu saja, tetapi juga menjalankan apa yang ia ketahui. Ibarat orang itu kalau tahu ada racun, maka pasti dia akan tidak mau mengkonsumsi racun tersebut. Kalau tahu ada ular itu berbisa, pasti dia tidak akan mendekat atau bermain-main dengan ular. Tahu kalau api besar itu akan membakarnya, maka pasti dia akan menjauhi api tersebut. Nah, inilah orang yang tahu, orang yang faham. Tapi kalau tahu ular berbisa terus dia mendekat, main-main dengan ular, terus dicetuk atau kena bisanya ular tersebut, ini bukan orang yang tahu namanya. Nah, iya, bukan menjadi orang yang paham, mengerti atau tahu. Jadi konsekuensinya kalau orang itu tahu, maka dia harus mengamalkannya, apa yang ia ketahui itu. Kalau belum mengamalkannya, maka belum dikatakan orang yang paham dan mengerti. Nah, makanya mudah-mudahan ilmu kita yang kita ketahui berkaitannya khususnya masalah agama, masalah keseharian kita, masalah ibadah, ini bukan hanya sebatas teori saja, tetapi juga bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa nambah kebaikan untuk pribadi kita, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Nah, itu karena tujuan ilmu itu ya al-ilmu bil amal, ilmu itu adalah dengan amal. Kalau ilmu tanpa amal bukan ilmu. Sebagian ulama mengatakan itu bukan ilmu, itu hanya teori saja, itu hanya hayalan dalam pikiran saja kalau ilmu itu tidak diamalkan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ilmu itu manfaat ketika diamalkan. Ketika tidak diamalkan, maka hilanglah manfaatnya, atau yang dikatakan sebagian ulama, hilanglah berkahnya. Nah, ilmu itu kalau tidak diamalkan, hilang berkahnya. Tuh. Sehingga yang ada cuman teori dalam pikirannya, yang ada cuman lisannya yang berkata-kata berkaitan dengan ilmu, tetapi ya perbuatannya tidak ada, amalnya tidak ada. Ya ujung-ujungnya kata ulama, teori tersebut, ilmu itu yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya, mengapa kok disisakan teorinya? Apa? Omongannya tentang ilmu itu disisakan tapi tidak ada realisasinya, tidak ada amalnya, hilang berkahnya, maka ilmu itu akan menjadi hujjah nanti di akhirat. Hujjah apa? Hujjah itu sebagai pemberat akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kau dulu punya ilmu tapi kau dak ngamalkan. Kau dulu tahu ini haram tapi ngapa kau jalan ke? Tahu ini wajib ngapa kau tinggal ke? Nah, ya ini bukan menambah kebaikan untuk orang tersebut, tetapi akan menjadi tuntutan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan
ilmu kita, apa yang kita tahu ini benar-benar bisa kita jago, kita jalankan, kita amalkan, dan menjadi kebaikan untuk diri kita, untuk orang-orang dan keluarga-keluarga kita. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana Rasul juga berkata, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak mendapatkan petunjuk Allah, alias tidak tergugah untuk mengamal ke ilmunya, tahu wajib tapi tetap ditinggal ke, tahu haram tetap di jalan ke. Sebenarnya kita itu banyak tahu ini halal, ini haram, yo, tapi masih baik kan dilanggar. Banyak kita tahu. Ini gawe yang bagus, ini yang banyak pahalanya, tapi kita masih males. Apa istilahnya? Aras-arasan. Ya, masih males. Ya. Belum tergugah. Nah, kalau belum tergugah untuk mengamalkan, itu berarti belum bertambah hidayahnya, belum bertambah petunjuk dari Allah. Maka kata Nabi, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang tersebut bukan tambah dekat dengan Allah, tetapi tambah jauh. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi dengan tambah ilmu bukan tambah dekat dengan Allah, tetapi tambah jauh. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat seperti itu. Mudah-mudahan dengan bertambah ilmu menjadi bertambah semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, dan mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam ini, yang pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan urusan perempuan. Urusan perempuan, tapi juga kewajiban kita, Pak. Karena kan kita punya istri, kita punya anak perempuan. Nah, ketika dalam hal itu perempuan itu tidak tahu, maka kewajiban kita untuk memberitahu atau mengajarkannya. Itu suami harus membimbing istri, suami harus ngajarin istri ketika istrinya belum tahu, khususnya masalah agama, apalagi berkaitan dengan ibadah. Yaitu dalam hal ini kami akan menyampaikan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permasalahan kewanitaan, yaitu datang bulan. Istilahnya itu datang bulan. Di dalam kitab ini dijelaskan dalam bahasa Al-Qur'annya atau bahasa hadisnya itu haid, permasalahan haid. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, jadi ketika dulu banyak sahabat bertanya kepada Nabi mengenai haid. Apa itu haid? Tetapi dijawab oleh Allah, Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Haid itu adalah kotoran yang dikeluarkan oleh perempuan berbentuk darah, ya, dari kelamin perempuan dikeluarkan karena itu berupa penyakit, ya, atau darah kotor. Nah, itu darah kotor. Sehingga
Kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan atau istri-istri kalian ketika haid. Jauhin maksudnya bukan dijauhin istilahnya ditinggal kehendak. Jauhin maksudnya tidak boleh berhubungan suami istri ketika dalam keadaan haid, ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn, dan jangan mendekat, yaitu jangan berhubungan sehingga datang masa sucinya. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, ketika istri-istri kalian tersebut sudah suci, maka ya datanglah, maksudnya boleh dipergauli ya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci, mensucikan diri. Nah, di sini adalah salah satu ayat yang memiliki kandungan hukum berkaitan dengan urusan kewanitaan tadi, yaitu masalah datang bulan atau haid. Nah, ulama kemudian menggali hukumnya, apa itu haid. Nah, baru dijelaskan apa itu haid. Haid itu adalah darah yang keluar ya merupakan apa ya, sifat kewanitaan. Kalau wanita itu pasti haid, ya. Yang wanita itu sudah mencapai usia balik. Minimal kalau perempuan itu balik itu 9 tahun. Jadi kalau sudah usia 9 tahun keluar darah, maka darah itu adalah dinamakan darah haid. Dan keluarnya itu siklusnya itu setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Kemudian penelitian ulama, khususnya di dalam madhab Syafi'i, meneliti ada batasan minimal dan batasan maksimalnya. Ini harus tahu. Karena siapa tahu gagak istrinya, wong rumahnya, atau ada anaknya yang tidak tahu, maka kewajiban kita untuk ngasih tahu itu, untuk ngajarin. Itu. Jadi tanggung jawab suami itu bukan cuman materi saja, tetapi juga ilmu menjadi tanggung jawab suami, ya. Nah, batasan darah itu yang dikeluarkan setiap bulan itu ada batasan minimal dan maksimalnya, sehingga ini dikategorikan sebagai darah haid. Tuh. Berapa minimalnya? Minimalnya orang haid itu, dikatakan haid itu adalah jika darah itu keluar selama 1 hari 1 malam minimal. Jadi kalau ada darah yang belum sehari semalam, misalnya baru 5 jam atau 10 jam keluarnya, habis itu berhenti, tidak keluar lagi, maka ini belum dikatakan darah haid. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Kondisi seperti itu untuk perempuan-perempuan tertentu, mungkin karena faktor gen atau faktor kesuburannya. Kan ada wanita itu subur, ada yang tidak subur. Nah, bisa terjadi darah itu keluar tidak mencapai 1 hari 1 malam. Nah, ketika tidak mencapai 1 hari 1 malam, maka ini tidak dikatakan darah haid. Tidak dikatakan darah haid, sehingga konsekuensinya nanti berbeda. Konsekuensi hukumnya berbeda. Sebagaimana kita tahu kalau orang haid itu tidak boleh sholat. Orang haid itu tidak boleh sholat. Ya, kalau sholat tidak boleh, tambah berdosa. Tuh. Jadi dilarang untuk sholat orang haid itu. Nah, tadi yang keluarnya tidak mencapai sehari, berarti dia tetap wajib
untuk sholat. Karena apa? Karena darah itu tidak dikatakan darah haid. Nah itu. Ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Kemudian batasan maksimalnya ketika sudah keluar darah sehari, 2 hari, 3 hari biasanya kan berlanjut. Mungkin bapak-bapaknya lapal ibunya berapa lama haidnya kan. Dulu mungkin kalau masih muda. Kalau tua ini sudah masa-masa sudah apa? Menopause apa ya, tidak lagi datang bulan lagi kan kalau tua kan. Tapi kalau dulu masih muda kan masih rutin biasanya. Nah, maksimalnya keluarnya haid itu berapa? Oleh ulama mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan berdasarkan penelitian itu maksimalnya 15 hari. Jadi kategori darah yang keluar itu disebut dengan darah haid itu kalau keluarnya itu maksimal 15 hari. Sehingga ketika ada seorang perempuan yang keluarnya darah itu lama, melebihi 15 hari, maka berarti lebihan dari 15 hari itu bukan dinamakan darah haid. Nah, apakah mungkin? Mungkin. Ini ya kami pernah juga menerima ya pertanyaan ya semacam konsultasi ya mengenai itu pernah ada. Jadi dia keluar darah cukup lama, maka hukumnya gimana? Apakah itu haid semua? Belum tentu. Kalau dia 15 hari, masih 15 hari, ini dikatakan haid. Tetapi kalau 16-nya, hari ke-16, hari ke-17, atau bahkan lebih, maka selebihnya ini tidak dikatakan haid. Sehingga kembali kepada konsekuensi hukumnya tadi, maka yang dia tidak sholat itu 15 hari, yang hari ke-16, ke-17 dia tetap wajib sholat. Nah ini yang kadang-kadang perempuan atau wanita di kita itu tidak memahami, dikira keluar darah ini haid terus, tidak sholat. Ya, kalau berhenti baru suci sholat. Nah itu padahal ada batasan minimal darah itu dan ada batasan maksimalnya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi minimal sehari semalam, maksimalnya 15 hari. Itu maksimalnya 15 hari. Sehingga kalau misalnya 20 hari, berarti yang 15 harinya haid, yang 5 harinya bukan haid. Nah, itu. Dalam bahasa fikih yang bukan haid itu dinamakan dengan darah istihadah. Ya, dalam bahasa fikih dinamakan darah istihadah. Jadi wanita itu mengeluarkan beberapa jenis darah. Pertama haid tadi yang rutin tiap bulan. Yang kedua istihadah di luar masa-masa haid tadi ya 15 hari. Kemudian ada namanya darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Nah, itu. Nah, nifas itu juga ada batasannya. Batasan nifas itu adalah sebentar. Karena ada perempuan yang tidak nifas. Ada perempuan yang tidak nifas, yaitu putrinya junjungan kita Sayyidah Fatimah. Fatimah itu wanita suci, ya. Karena dia tidak mengalami haid dan juga tidak mengalami nifas, yaitu Sayyidah Fatimah. Itu. Jadi cuma dia keluar darah sebentar, ya sebentar itu ya wajib mandi tetap, ya karena itu hadas besar kan, tetap wajib mandi. Nah maksimalnya darah nifas pasca melahirkan itu adalah 60 hari. Darah nifas itu 60 hari. Tapi umumnya kita 40. 40, 45 hari itu umumnya.
Tapi maksimalnya ada kejadian, ini kan penelitian ulama. Jadi ulama dulu tuh Imam Syafi'i itu meneliti perempuan itu, ditanya semuanya ketika masa itu. Ini saking hati-hatinya Imam Syafi'i. Jadi benar-benar ditanya ketika zaman itu, wanita, kamu berapa haidnya, kamu berapa nifasnya. Rupanya yang paling lama ditemukan 60 hari itu untuk nifas, 60 hari. Itu. Nah, haid tadi maksimalnya 15 hari, umumnya 7 atau 8 hari. Ini umumnya wanita 7 atau 8 hari. Nah, jadi itu macam-macam darah yang keluar dari rahimnya perempuan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kemudian berkaitan dengan konsekuensi hukumnya. Nah, ketika orang mengalami masa haid, masa nifas, maka dia dilarang pertama sholat. Tak boleh sholat. Nah, ketika meninggalkan sholat, karena ini posisinya lama berapa hari, maka sholatnya tidak wajib qadha. Sholatnya tidak wajib qadha karena rukhsah. Ya, kalau diwajib ke qadha, alangkah repotnya. Tiap bulan 7 hari, 7 kali 5 waktu lah 35 sholat. Nah, qadha terus, sangat memberatkan, sehingga tidak diwajibkan untuk qadha ketika dia meninggalkan sholat. Nah, alasan karena haid atau nifas tadi. Yang kedua, tidak boleh berpuasa Ramadan. Ketika Ramadan datang bulan, maka tidak boleh puasa. Tapi kalau Ramadan ninggal ke puasa, wajib qadha, wajib dibayar. Bayarnya yang di luar Ramadan. Ya. Nah, itu untuk perempuan yang haid atau nifas. Ya. Kemudian berikutnya yang dilarang lagi orang yang haid atau nifas, yaitu membaca Al-Quran. Tidak boleh baca Quran. Tuh. Baca Quran bukan megang, baca. Baca dengan megang lain kan? Itu. Kalau baca ini ngucap tuh, misalnya duduk-duduk dia membaca surah Fatihah atau baca Yasin, tidak boleh. Itu orang yang haid, tidak boleh. Kemudian yang dilarang lagi yaitu orang memegang mushaf, memegang kitab Al-Qur'an itu. Itu juga dilarang. Karena apa? Karena dia masuk kategori hadas besar. Berikutnya juga yang dilarang masuk masjid. Masuk masjid dilarang. Itu. Ya, masuk masjid tidak boleh untuk orang yang haid. Makanya kalau ada acara atau ada majelis dalam masjid, kalau untuk orang yang haid hendaknya ya di luar masjid, dengar ke dari luar. Nah, itu. Nah, kemudian juga yang termasuk yang dilarang berhubungan suami istri. Nah, ini harus diketahui karena yang nolak ini harusnya suami. Tuh. Suami. Ini larangan bukan hanya istri, tetapi juga larangan untuk suami. Larangan untuk suami. Jadi ketika istri posisi datang bulan, maka suami tidak boleh ya berhubungan dengan istrinya. Itu. Berikutnya juga yang dilarang lagi untuk orang yang haid atau orang yang nifas, yaitu tawaf. Tawaf itu ketika orang haji umrah itu. Mengapa? Karena Ka'bah itu kan berada di dalam masjid. Nah, masuk masjid beda boleh, apalagi tawaf. Nah, tetapi ketika kondisi yang tertentu, ya kita ambil pendapat yang membolehkan, tapi membolehkan itu dengan berbagai macam syarat. Melihat kondisi waktu biasanya. Misalnya dia harus tawaf, tapi kalau dia lagi haid harus tawaf. Karena apa? Karena tidak tawaf kan tidak selesai hajinya. Sedangkan kalau ditunda-tunda, besok atau lusa dia harus balik ke Indonesia.
jadwal kepulangan. Nah, jadwal terbangnya besok bisanya, sedangkan dia masih haid. Maka itu ada pendapat yang membolehkan, tetapi karena darurat. Ya, alasannya karena darurat dibolehkan, tapi hanya sebatas tawaf sa'i selesai harus cepat keluar Masjidil Haram tadi. Tidak boleh berlama-lama di Masjidil Haram itu. Itu dengan mengambil ada pendapat ulama yang membolehkan dengan alasan tadi darurat tadi. Nah, itu beberapa hal yang dilarang bagi orang yang haid atau orang yang nifas, yang intinya ya semuanya itu harus kita pahami dan kita harus informasikan kepada orang-orang terdekat kita kalau memang tidak tahu berkaitan dengan haid dan nifas tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Hari ini Senin malam Selasa tanggal 11 Desember 2023 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Fitrayati SPDI dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Abdurrahman Huzaifi Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan shaf. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Salli fardal isya ya barakatuh. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم
الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر وعافني وعافني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات الله أكبر الله أكبر وعافنا الله أكبر الله أكبر
Tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Allahu Akbar. As-siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi warhamna wa'afina wa'afina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إليه يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى روح شفينا ورسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وجميع الحفاظ الكرام وخصوصا كهاجي عبد الرئيس الصديق الحافظ وكهاجي دهلان سعد كندس وكهاجي شازيلي مصطفى وكهاجي أدلان علي وكهاجي زين شكري وكهاجي أحمد توفيق أسنوري وكهاجي كاغوس أحمد نواوي دنشان الحافظ كاغوس دنشي كماس جنيدي أزاري الحافظ كماس أزاري نانغونيك كهاجي مدرس وكهاجي حسني تمرين مدني والحبيب مهدي بن محمد شهاب
وجميع المسلمين والمسلمات ولكل نية صالحة وعلنا وما سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على